خلصت أول جولة في الدوري المصري. موسم هيبقى جامد لأن صاحبه قبليها لغط كتير وكلام كتير، خصوصا من الزمالك، الصفقات وجون ادوارد والتجربة ولاعيب برازيلي ب 600، لا ده بمليون 800، لا ده انت بتقول ارقام عشان تبين انك ناجح، تقول ارقام ضعيفة، الكلام ده كل ده ما يفرقش مع الجماهير بحاجة. الجماهير ما تدفعش من جيبها، اللي يفرق الفريق في الملعب عامل ازاي. امبارح الزمالك نجح في اول اختبار في انه يكسب فرقة من اقوى فرق الدوري. انا شايف ان هي اقوى فرقة بعد بيراميدز والاهلي بلا شك. مدرب جامد علي ماهر، طبعا انا شايف انه احسن مدرب مصري. هو لعبه تحفظي شويه او سيستماتيك شويه. هو فضل ماسك الملعب وفضل ماسك الاستحواذ في الشوط الاول لحد ما حس انه ممكن يكسب. في الدقيقه 70 راح سحب عمرو السوليه، ودي كانت غلطته. عمرو السوليه كان واقف مسمار في نص الملعب. لما هو سحب عمرو السوليه وفريرا راح ساحب عبد الله السعيد وخلى ناصر ماهر هو اللي يلعب 10 ونزل جناحين ادم كايد وعبد الحميد معالي، فالفرقه تحررت. طبعا احنا بنقول كده برضه عشان الزمالك كسب، لكن هو الكلام ده كله حصل في 10 دقايق. فهي الكره تفاصيل، ولو كانت اي كره قلشت او الزمالك ما عرفش يكسب كان ممكن الكلام يتغير، لان بصراحه فعلا النتائج بتغير الكلام. زي ما النهارده الاهلي تعادل مع فيوتشر 2-2، لو كان الاهلي كسب كان كل كلام هيتغير. بس النهارده الناس هتقول لك الاهلي وما ظهرش بالمستوى المعهود. لا، انا شايف ان الاهلي ما كانش وحش. فيوتشر هو اللي كان. مجدي عبد العاطي صراحه لعب ماتش جامد، عرف يدافع، عرف يوقف الاهلي نوعا ما. لكن الاهلي الحقيقه ما كانش سيء يعني، والراجل بيطبق افكاره والراجل ما بيخافش يعني. بيريرا بيريرو انا اسف، ما بيخافش. بداية ان هو لعب ياسين مرعي جنب ياسر ابراهيم، ما لعبش اشرف داري، لعب شكري. يعني بدأ يطبق افكاره. ما لعبش ديانج، نزل باحمد رضا. احمد رضا كان كويس جدا، هو ياسين مرعي بصراحه. فده دليل ان الراجل في حاجات بيشوفها في التمرين بيطبقها وبينفذها. اخر حاجه، موضوع ان جماهير الزمالك شتمت زيزو وجابت سيره مراته والكلام ده غلط. 100% الكلام ده غلط. مش هقول لك بقى اصل انتوا شتمتوا شيك، اصل الاهلاويه، اصل للاسف من الاخر الحكم في الحاجات دي بيبقى على حسب الاهواء. يعني هتسال اهلاوي يقول لك ويبدا بقى الاهلاويه ينزلوا في ايات قرانيه، ويبدا بقى دور الواعظ الحكيم وازاي وتعمل. لكن لو ده حصل في حاجه في صف الاهلي، تقول له مثلا ده لعيب سب الدين، يقول لك ما هو اصل اللعيب استفزه، ما هو اصل. لا. والزملكاويه كذلك بيبرروا للزمالك وبيتجنوا على الاهلي. كل اللي بيحصل غلط، ولكن للاسف الحكم مبقاش بشكل واضح وواحد في كل المواقف. لو الحكم واحد في كل المواقف فالناس هترتاح، لكن الحكم على حسب الاهواء. الجماهير بتدافع عن فرقتها ايا كانت ظالمه او مظلومه. دوري سخن، دوري حلو. هنشوف الجولات الجايه ايه اللي هيحصل، هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل.